فهي شو هلا انا بعرف بعض الجهات يلي عم بتديرها لبعض الصفحات الاعلاميه، لانه الحمد لله رب العالمين نحن عندنا الاعلام بحقه ليرتين ونص، بعضهم طبعا والنعم من كثير من الاعلام والصحافه، ولكن بعضهم هيك ليرتين ونص بينشروا وببلشوا بقى يكبوا ويضربوا لك بالتصنيف لانه في شركه معينه كبت ملايين لكون معه، ما عم تعرف انا اكون معه، مش حكون معه، مش حكون. مش عم جمل يا الي، والله وحياتك مش عم جمل انا الخبريه، بس انا يعني انا ما عبالي يكون حد، بس فينن يحلوا عن سماي الكبار والصغار. خي ما بقى تحكوا فيه، لا اقول لكم قصه ثانيه. حاسس حالي كتير ثقيل هلا، حياة امي اسف، حياة امي اسف، بس ده كتير 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 بتقوي خلق انتو. بيطلع بيعمل حفله شهر ونص قضيه راي عام. خي شو سماكم شو بكم؟ انا مالي فاضي رد، لانه عم سافر اعمل حفلات. انتو واعيين؟ مين متراجع؟ مين انت عم تراجع؟ بمين متراجع خي؟ فسر لي. انا بس من شهر 5 ما نمت ببيتي، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم، بس تعبتولي نفسيتي بسألتكم. او ما بقى عم بحب افتح لايف حاكي الجمهور، ولا عم بيجي عبالي افتح السوشيال ميديا حاكي جمهوري بحبه كتير. انا حدا بحب الناس، انا حدا بحب ربيت هيك رجال واجتماعي ولطيف، بحب الناس يعني ما واحد يكون. انا كنت مثلا طبعا تحية لجمهور تونس، بكون بتونس عم بعمل تور 4 حفلات سولد اوت، 5 حفلات سولد اوت مع قرطاج، وهن هون قاعدين عم بيحكوا شامي متراجع. لا مين انت وينك؟ كيفك؟ طمني عنك، ابقى ارفع لي الو. وبس تعملوا هيك اجتماع انتو بين بعضكم كلياتكم، تحددوا مين اللي طلعني، ابو خبرونا خي. مش شيء مش له ميرسي بيبي، ميرسي انك طلعتني. بيكون في حفلة فيها شوية اولاد صغار يقبرني ربهم، انا مستعد اقضي عمري عم غني لهم، لانه هذا الجمهور اللي ما اكبر شوارب ما بيعرف يجيبه. اوكي، بتضووا عليه بالاعلام شهرين. حفلة امبارح ستارز اون بورد، كل عالم يمكن كان فوق ال 22 سنة، يمكن كان فيها آلاف، كتر خير الله. وهي حفلات مكررة جدا، عملت تور بأمريكا وبكندا، وعملت كتير حفلات من هذا النوع، عملت حفلة مراسي بمصر من هذا النوع، أنا بعمل للجيلين. بتحكوا عنها؟ ما بتحكوا عنها. شاطر، بس واحد فنان كبير على أساس يكب سم علينا ويحاربنا من تحت لتحت، لأنه قلنا كلمة حق مرة من المرات، إنه لا هذا تبع أولاد. طب وحياة عينيكم، وحياتك يا أمي، أنا ما فتت لهون للفن رغم كل المحاربة اللي أنا هلا والجو هذا، لدرجة إن قفرتوا، لك الجمهور نفر منكم. يعني بشوف أحيانا هيك بشيك على الكومنتات إنه ما عندكم قصة غير الشامي، بتقلكم الناس عم تقلكم ما عندكم قصة غير الشامي تحكوا عليها. غير ليه عم تحاربوا للصبي؟ صارت الناس تقلكم ليه عم تحاربوا للصبي هالقد؟ بس وحياة عينيكم اللي جاي كتير حلو وكتير ممتع وكتير بيسلي. ومثل خير، ما حتعرفوا تلاقوا علي ثغرة، لأني كتير حقيقي، لأني كتير واضح وصريح مع العالم، لأنه هذا أنا، ومستفزكم أنا كرمال هيك. أنا حابب أعمل لايف لأنه عندي كم شغلة كتير مهمة، وعم حضركم كتير اشياء كتير مهمة، ويشهد الله زرعنا كتير بالسنة الماضية، كرمال الجمهور اللي محب وكرمال الناس اللي محبة. بس كل ما بتزيد المحبة وكل ما عم نسعى لنكبر الجمهور، بلاقي زادت الحرب، بلاقي الناس يلي جماعتنا هدول عم يضربونا من تحت. لخي ليه عم تضربني؟ ليه عم تكب سم علي بالاعلام؟ انا شو عملت لك؟
انا زلمة جيت غنيت نشرت طلعت حفلة، بعرف انا زلمة ابن مسرح، غنيت بالحفلة نجحت حفلاتي وانطلقت مثلي مثل باقي الفنانين. شو هالحالة الغريبة هالحالة الغريبة بطرح الأمور وتكبيرها وقلبتها بهذا الشكل وتحجيمها بهذا الشكل، إنه هذا مغني لفئة معينة. مصيبة. لك مو أنت يعني اللي مستهزئ بالموضوع وذكر مصيبة للفئة. هو مجتهد قد ما أنا بجتهد وقد ما أنا بشتغل وتعبت حالي وقعدت سنين ببيتي وما ظل المصيبة بإختها البشرية والكون ما عانيت منها، لأن الحمد لله رب العالمين هلا باستقرار نسبي بالفن. لا تجي تقلي انت انا فلان طلعك او لا انت بتغني الفئة. خي اعملون، خي اذا انت دكور اعملون وحلقني. مساء الخير. أنا كثير بحب هذا الشيء اللي أنا بعمله، كثير بحب الناس اللي بتقدرني وبتحترمني. وصدقا والله العظيم أنا إنسان يعني ما بحمل ضغيني على ولا بشري بالكون، وما بالي همي بأمي مبسوطة، أبي مبسوط، أنا منيح. عم بنزل على استوديو بقعد ساعات بطلع غنية حلوة بعبر عن مشاعري. أنا هذا الحدا. وبحبكن كتير وممنون للناس اللي عم تدعمني ليل نهار، والحمد لله على كل شي. والله اللي جاي أحلى. أنا إنسان ما بعرف مل، أنا بحب الشي اللي بعمله. واللايف التاني حيكون أهضم، هذا لأنه عنا كتير اشياء نحكيها مع بعض. عنا اشياء نحكيها مع بعض، لهيك بحبها كتير من السودان. برني رب السودان وربكم كلكم. انبسطت فيكم كتير، وبس تعرفوا مين طلعني وبخبرونا، وبس تعرفوا إذا الشام يتراجع من 60 حفلة بالسنة ل100 حفلة بالسنة الحمد لله رب العالمين، وإذا كان يعمل مليار و100 مليون لمليار استماع. وبدرسونا الحالة هيك على الخفيف، بعتولي ورقة على البيت بشوف أنا أخطائي وين. شكرا لكل حدا مؤمن فيه وعم يدعمني. بحبكم كتير. عم حضر لكم كتير اشياء جاية. سوري على التعصيب، بس انا هيك يعني دجني دجتك العافية مزعوج. كنت من الناس يلي ما بعرف ليه عم تعمل هيك وعم بتكبكب سموم. يورني ربكم، ضلكم بألف خير. وحافتح لكم لايف اليومين نقعد هيك نحط كاسة الشاي انا وياكم، ويمكن ننزل على الاستوديو نعمل غنية، لانه عامل اغاني كتير حلوة. بحبكم كتير، ضلكم بألف خير. حب وحنان.